طبعا يا كابتن، وحتى اهلي زعلوا مني، يعني اهلي زعلوا مني في الموضوع ده. وانا مين يعني والدك اتكلم معاك؟ اكيد ايوه زعلوا مني، فضلوا فتره اصلا يا كابتن ما يكلمونيش بسبب الموضوع ده. يعني فضلوا فتره انك تعمل كده. ايوه طبعا كلموني، بس انا فعلا يا كابتن انا ما كانش قصدي والله ان انا ما حسيتش بنفسك. لا ساعتها انا عملت اكتر منك بكتير، ما كنتش حاسس بكده يا كابتن والله. وكلمت طبعا الكابتن وليد، كلمته كتير. اخر المعسكر ده كلمت الكابتن شناوي وتواصلت مع الكابتن وليد، والكابتن وليد كلمني، ومفيش اي حاجه ما بيني وما بين الكابتن وليد خالص. ما تزعلش مفيش اي حاجه يا كابتن، انا بحترمه وهو تاريخ طبعا، تاريخ في النادي الاهلي كابتن كبير، ومفيش اي حاجه ما بيني وما بين الكابتن وليد. وبعتذر له تاني على الهوا ان انا ما كانش قصدي ان حاجه زي دي تحصل، وبعتذر للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على اللي حصل مني، ان انا ما كانش قصدي ان انا اعمل حاجه زي دي. واكيد مع الوقت بتعلم، يعني بتعلم